اكتر حاجه كانت بتميز الرئيس الراحل محمد انور السادات كان الفايب اللي على طول ماسكه في ايده، ولكن اللي ما يعرفوش الناس ان تدخين السادات للفايب له قصه غريبه. خليك معايا وانا هحكيها لك. انا مصطفى الغريب وده سؤال. السادات اتولد في 25 ديسمبر سنة 1918 في المنوفية، وهو مر بمحطات مهمة جدا في حياته اللي ما كانتش سهلة، ويمكن ده اللي طلع الشخص اللي لسه بنتكلم عنه لحد دلوقتي واللي هنفضل نتكلم عنه. المهم نرجع لحكاية البايب. السادات يمكن كان من اشهر اللي بيستخدموا البايب، لدرجة ان صورته في ذهننا ارتبطت بيه، ومن كتر ما ظهر بيه في اللقاءات الرسمية وعلى التلفزيون الناس اعتقدوا انه من هواة البايب، ولكن القصة ما كانتش كده. الموضوع بدأ في سنة 68 لما كان السادات مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال زيارته للاتحاد السوفيتي خلال فترة علاجه، واثناء الزيارة الدكاترة هناك نصحوا السادات بانه يبطل سجاير بسبب تكرار اصابته بذبحه صدريه، وطبعا انه يسيب التدخين ده كان قرار صعب عليه، وعلشان كده الدكاتره نصحوه انه يشرب سجاير بالنعناع، وبالفعل جربها ولكنها ما عجبتهوش، ولما عملوا له اشعه على صدره لقوا ان رئته حالتها صعبه بسبب السجاير، فعلشان كده نصحوه يشرب السيجار، وجربه برضه ولكنه ما عجبوش، واخر حاجه وصلوا لها نصحوه انه يشرب بايب وعجبه وفضل مكمل بيه واتشهر بيه كمان. من وجهه نظر الشخصيه السادات كان من اذكى رؤساء مصر، وفي المرحله اللي شرب فيها البايب دي كان وقتها نائب الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد وفاته تولى مكانه، وبعد كده تم انتخابه رئيسا للجمهوريه بعد استفتاء شعبي في 17 اكتوبر سنه 70. البلد ساعتها كانت عايشه في ظل هزيمه كبيره من العدو الصهيوني في سنه 67. 6 ايام دمرت فيهم اسرائيل 70% من العتاد الحربي، وفقدنا الاف من الشهداء، وكان الوضع الاقتصادي مفيش اسوأ منه. السادات قعد من سنه 70 ل 73 يبني جيش مصر ويأهله للحرب، كان دايما رافقه في اوقات التفكير والعمل الطويله البايب الشهير، وقدر بطل الحرب والسلام انه يحول الخراب ده كله لتحدي، وحقق الانتصار الاول والوحيد للعرب على العدو الاسرائيلي في حرب 6 اكتوبر المجيده سنه 1973. وخلال الاحتفال بيوم نصره في 6 اكتوبر سنه 1981 تم اغتيال السادات في مشهد هيفضل محفور في ذاكرتنا حتى لو في مننا ما حضرهوش، والتاريخ هيفضل دايما يذكر انجازاته كزعيم وطني. سلام.